ولذلك من تأمل الآيات والأحاديث وحال الناس حتى في الجاهلية تجد أن صاحب المعروف وصاحب الإحسان لا يخزيه الله أبدا. الله أكبر. هل خديجة كان عندها علم من الشرع؟ هل كانت تستند على آيات؟ هل كانت تستند على أحاديث لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا؟ سبحان الله. هذا الكلام بعينه موافق لجميع النصوص في الكتاب وفي السنة. فهي استدلت بأن هذا الشيء بالفطرة مركوز في الفطر. نعم. أن المحسنين ينجيهم الله من الكرب والبلاء. وصاحب المعروف إذا سقط ماذا يجد؟ متكئ. يجد متكئ. أصحاب النفوس الطيبة لا يريدون من أحد من الخلق شيء، ولا ترد لهذه المكافأة، لا ترد لهذا الجميل. إنما نطعمكم لمن؟ لوجه الله. انظر يا شيخ ناصر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فسقى لهما ثم ماذا؟ تولى إلى الظل، تبعهم يريد يأخذ المكافأة، لا. وبعدين أراد هذا الإحسان يريد مكافأة ممن؟ من الله. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ماذا قال جل وعلا؟ فجاءته سبحان الله الفورية، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بدأ بعد ذلك الرعي والزواج، ثم بعد ذلك النبوة. يعني لما أحسن أعلن فقره لله تتابعت الخيرات. محمد بن المنكدر كما ذكر ذاك سفيان بن عيينة يقول أنه في يوم من الأيام تبع جنازة لأحد المسرفين جدا على أنفسهم، فعوتب في ذلك، فقال محمد بن المنكدر والله إني لأستحي من الله أن أرى أن رحمته عجزت عن أحد من خلقه. سبحان الله العظيم. يقول ابن القيم رحمه الله من اتسع علمه اتسعت رحمته. سبحان الله. من أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. وش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، لأنه كلما اتسع علم الرجل كلما اتسعت رحمته.